نستضيف الأستاذ عبد الحق الصنيبي. إيران ترى بأنه يستحيل إسقاط أي دولة في مواجهة مباشرة. تقوم إيران بزرع تنظيمات ذات بعد اجتماعي مظلومين، تقوم بدعمهم بالمال، يتحول التنظيم الاجتماعي إلى التنظيم السياسي، يؤسس لجناح عسكري، ثم يقوم بنشر التوحش في منطقة من المناطق في ظل غياب خطاب وطني قوي، في ظل غياب خطاب وطني شجاع، في ظل خطاب يعني واعي يجمع كما تفضلتي في بداية الحلقة ما بين المعرفة العلمية وما بين المعرفة الأكاديمية وما بين التكوين الإعلامي والتكوين الخطابي اللي قادر أنه يقدم خطاب مقنع. لا دابا حنا خصنا جواندر لوتير ولا غريابل، يعني ما بين شخص يمتلك الملكة المعرفية والفكرية الممتازة وما بين طريقة الإلقاء، لأن بغينا ولا كرهنا أن إلا بغيتي توصل لعقل المواطن المغربي يجب أن تمر عبر قلبه. شحال عدد ساكنة إسرائيل؟ شحال عدد اليهود كاين في إسرائيل؟ 5-7 المليون، هادشي اللي عطى له ولا 6 المليون. شحال كاين ديال اليهود في العالم كامل؟ 12 مليون. وبالتالي هي بحكم هذا العائق الديموغرافي يستحيل عليها أن تتوسع. الدولة شخص معنوي، لا مشاعر لها ولا عواطف لها ولا أحاسيس لها. كاين منطق الدولة، من يحرك منطق الدولة؟ هي المصالح ديال الدولة، هي التي تحدد التعبيرات السياسية ديالها. نحتاج إلى إرادة سياسية، لأن هناك مجموعة من المؤسسات الإعلامية اللي كاينة في المغرب محيلين تخسر عليها الملايير ولا التأثير صفر. متابعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج خرائط نفوذ. في البرنامج ديالنا اليوم سنتحدث عن خريطة نفوذ حساسة، خريطة نفوذ كتعلق بالأمن القومي المغربي. طبعا نستضيف الأستاذ عبد الحق الصنيبي، أستاذ اللي معروف وأنه متخصص في الشؤون الأمنية، حاصل على دكتوراه العلوم السياسية بتخصص في الحركات الجهادية والأمن القومي، باش نكتشفوا اليوم شنو هو هذا الأمن القومي. أستاذ عبد الحق الصنيبي، مرحبا بك معنا وشكرا لقبول الاستضافة. لا شرف لي النجيبة، مرحبا بي عندكم بطبيعة الحال، وتحية إلى جميع المشاهدين ديال هذا الموقع المحترم. أستاذ الصنيبي، الحلقة ديالنا اليوم العنوان ديالها المغرب أولا، كيف نحصن الأمن القومي المغربي من الاختراقات الإيديولوجية والتهديدات الجيوسياسية. شنو هو هذا الأمن القومي؟ ما هو مفهوم الأمن القومي؟ وفي حقيقة تحدثت على واحد جوج ديال المصطلحات ديال المغرب أولا والوطن أولا، وتحدثت على المفهوم ديال الأمن القومي بطبيعة الحال. هاد السنوات الأخيرة ربما هذه واحد 3 عقود كان حينما تتحدث كان التخوف من الانتقاد مرتبط بمواقفك من المؤسسات السياسية، من الرموز، من التوابيت، من السياسة ديال الدولة. غير قلتي شي حاجة تيقول لك اسكت. سكوت فهمتي، ما كاينش. كانت هذه القضية هذه، وبالتالي في سياقات كانت هناك تدافعات ما بين المؤسسة الملكية وما بين مجموعة من التنظيمات السياسية واليسار، وهذا وفترة ديال الستينات والسبعينات والثمانينات لا داعي أن العودة إليها، ولكن كان هذا هو مصدر ديال الاحتكاك، فريكشن. لكن الآن تقلبت الآية بواحد الشكل غريب جدا اللي ما وليناش أننا كنفهموه، حتى أصبح أنك حينما ترفع الشعار ديال الوطن أولا تتهم بالعمالة وأنه التمخزون وبأنه الارتزاق وبأنه مجموعة من الأمور اللي أصبحت لاصقة نتيجة اللي قلنا عليه، اللي غنهضروا عليه بطبيعة الحال، هذه الاختراقات الإيديولوجية اللي هي بطبيعة الحال على خط نقيض وخطان متوازيين مع مفهوم الدولة هذه ومفهوم الوطن. شنو هو الأمن القومي؟ حينما نتحدث عن الأمن القومي ليس في بعده حينما نتحدث عن القومية، ولكن لا سيكوريتي ناسيونال، يعني شي حاجة إلا بغينا نقولوا الأمن الوطني. ملي كتهضر على الأمن الوطني كتفكر في الوشمة والصطافيط وهذا، ولكن هو حينما نتحدث عن الأمن القومي سيتعلق بالبلد، بالوطن، وليس بالبعد القومي كما كان نظرت له النظرية أو المدرسة الناصرية بطبيعة الحال. الأمن أولا هو الأمن القومي هو مصطلح قرآني في الأصل. يقول لك لإله في قريش، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، لإله في قريش إله في معنى الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وبالتالي هذا الأمن الغذائي وهذا الأمن هذا تأصيل، كانت يعني تأصيل في الطبيعة حتى الإنسانية. ولذلك
حينما تم المرور من الحاله ما يسمى بالحاله الطبيعه الى حاله ديال القانون مع المدارس ديال فلسفه الانوار مع جون لوك ومع جون جاك روسو ومع مونتسكيو، كان الامن هو اداه الضبط والربط. لان علاش حنا دزنا حنا لك الحاله ديال القانون لي طا دو دغوا وبعدنا من لي طا دو ناتور؟ علاش؟ لان كانت داك هذا قانون الغاب كان فيه البقاء والاقوى، وكانت هناك صراعات، وكانت تكون ابي لا جوستيس بريفي، كل واحد كياخذ شرع يديه. فمن اجل ضمان الامن لهذه المجموعه قرر العناصر البشريه انها تتخلى على جزء من حريتها الشخصيه لفائده واحد الحاكم ولا واحد الملك ولا واحد الرئيس ولا واحد الامير، في مقابل ان يحقق لها شيئا واحدا هو الامن. يعني الحاله الطبيعيه ديال الانسان انه عنده واحد لا بغينا نقولوا لا زون دو كونفور اللي كتكون مؤمنه وخصو يحافظ عليها. هذا هو الامن القومي. اذا الامن القومي حينما نتحدث عن الامن في اصله فيه مجموعه من الامور. حنا هضرنا على الامن كصفه لاصقه بالانسان، هضرنا على الامن اللي هو كان المطلب الاساسي او تحقيقه هو المرور من الحاله الطبيعيه الى الحاله ديال القانون، ومن بعد غيتفرع عنا هذا الامن القومي لمجموعه من القطاعات. نتحدث عن الامن الروحي، نتحدث عن الامن الغذائي، نتحدث عن الامن الاقتصادي، نتحدث عن الامن العسكري، نتحدث على مجموعه ديال الامور. وبالتالي هذا الامن القومي حينما نتحدث عنه او نباتقنا عليه واحد المفهوم اخر اللي هو مفاهيم الامن الشامل، اللي هي مجموعه من القطاعات اللي حنا كنتحدثوا عليها باش ان تتحقق. الى اختل التوازن داخل الوطن فانه يعني غتنهار المنظومه ديال الوطن بطبيعه الحال. النقطه اللي بغيت انني نشرح هو هذا الوطن اولا والمغرب اولا. البعض كيحاول انه يبررها بانها نظره تعصبيه لعرق مغربي او شيء من هذا القبيل، ولكن نحن نقول لا، ماشي هذا. اولا هناك منطلقين. نقول بان هذه المملكه المغربيه ليست والده الامس، وليست والدة تراكمات اللي هي لسنوات أو لعقود، ولكن هي تراكمات لقرون وقرون. هناك من يتحدث عن 14 قرنا من التواجد المادي والسياسي في إطار تواجد حكم مبني على السلطات الزمنية والسلطات الدينية، ولكن هناك قرون قبلها وقرون من التواجد الأمازيغ أفرزت لنا منظومة فكرية، منظومة ثقافية، منظومة يعني حتى استراتيجية حربية، منظومة تنموية، رؤية، مدرسة دينية، مجموعة ديال الأمور. وبالتالي نرى بأن التربة المغربية بإمكانها أن توفر لنا مجموعة من المنطلقات اللي ممكن أننا ما نعتمدوش على برا. حتى اللي نبقى نقولوا حينما تتحدث عن الأحزاب السياسية مثلا كتقول له ما هي مرجعيتك؟ يقول لك الرأسمالية، يقول لك الليبرالية، يقول لك الاشتراكية، يقول لك السوسيال ديمقراط، وهي يعني مصطلحات ومفاهيم بعيدة على التربة المغربية، كلها مستوردة. إذا حينما نستورد شيء اللي ما عندناش حنايا، الور هذا يعني سبة في حق التاريخ ديال المملكه المغربيه، وكانك تقول هذا يوسف بن تاشفين وهذا يعقوب بن منصور الموحدي ويعقوب بن منصور الماريني ابو العنان الماريني، هذو كانوا كيخربقوا الدوله العلويه والدوله السعديه اللي ركمت امور كبيره. كذلك حينما نقول المغرب اولا نقول بانه اذا كان الوطن قويا واستطعنا ان نرتقي من بلدنا من دولة كانت في طريق النمو إلى دولة صاعدة، لما لا إلى دولة متقدمة، أو أنها فاعل جيوستراتيجي أو فاعل إقليمي، ممكن أن هذه الدولة تؤثر في مجموعة من القرارات على المستوى الدولي. حنا عندنا مشاكل، ما زال عندنا مشاكل، ما زال نبحث على تحقيق السيادة العسكرية، ما زال نبحث على تحقيق السيادة الطاقية، ما زال نبحث على تحقيق السيادة الصحية. وبالتالي خصنا نهضروا بشويه ديال التواضع، لسنا من ديك الدوله القويه اللي ممكن ان تتخذ قرارات التي قد تؤثر على محيطها الاقليمي او العربي او الدولي. وبالتالي حينما نتحدث عن المغرب اولا او الوطن اولا ليس بنزعه عنصريه، ولكن بنزعه نقول انه تقويه الموقف المغربي في الخارج ولا في مجموعة من القضايا يمر عبر تقوية عناصر القوة ديال المغرب اللي هي 4، وهو أولوية 4 ديال الأمور. هي القوة، عناصر القوة الاقتصادية، القوة الدبلوماسية، القوة العسكرية، والقوة الإعلامية. حنا عندنا الحمد لله واحد القوة دبلوماسية لا يستهان بها، عندنا واحد القوة يعني اقتصادية اللي احنا خدامين عليها، كان نحتاج إلى أن تحقيق السيادة العسكرية اللي هي غادي فيها المغرب عن طريق توطين الصناعات العسكرية، وكذلك القوة الإعلامية اللي محتاج العمل عليها بزاف وبزاف. إلا كنا دولة تحتاج أنها تقلب، تكون عندها واحد التأثير في محيطها الأفريقي، وأن تمارس واحد القوة ناعمة، كنظن أن هذا يمر عبر الأداة الإعلامية بطبيعة الحال. سي صنيبي، هذا الأمن القومي ديالنا اليوم
انت شرحتي وعطيتي التأصيل ديالو وقلتي ان الحاله الطبيعيه هي اننا كمواطنين او غير كبشر التربه اللي احنا فيها خصنا نحميوها ونعملوا على انها تكون في موقع قوه، لان حمايه هذا هو الطبيعه. الحاله الشاذه هي نكونوا في شيء اخر، رغم ان هناك للاسف من يقول اليوم ان اللي تيقول الوطن اولا راه في ازمه اخلاقيه. من بين المواضيع اللي حسب تقديري وصحح لي الاستاذ اذا اخطات، من بين الامور اللي استعملوها بعض التيارات واللي تحتكوا كيف ما قلتي الفريكشن مع الامن القومي، كاين ظاهره المتآيرين في المغرب. الناس اللي اليوم ايرانيين اكثر من الايرانيين. دابا احنا بالعقل وبشويه ديال القانون مع من خصنا نصطفوا باش نكونوا مواطنين مغاربه صالحين ونرضيو هاد الناس. واش غنصطفوا مع ايران ولا نصطفوا مع الدول الشقيقه اللي يعني عندنا معها مصالح استراتيجيه؟ شنو هو الحل؟ وهذه الظاهره ديال المتآيرين كيف ما قلت منين جات؟ اولا باش ترضي هاد الناس ما غاديش ترضيهم، هذه مساله مفروغ منها. لان للاسف الشديد ان الطرح ديالنا والطرح ديالهم يعني خطان متوازيان لا يلتقيان، هذه قطعا واحدا. ما يرضيهم صراحه انه خصنا نخرجوا من داك لغه الخشب واننا نسميو الامور بالمسميات ديالها. ان هؤلاء يرضيهم شيء واحد، هو سقوط النظام في المغرب وانهم يجيو محله ويوصلوا الى ما يسمى مرحله التمكين السياسي. غندوروا هكذا وندوروا هكا، فهمتي؟ لان هذه الادبيات ديالهم والايديولوجيا ديالهم انهم بطبيعه الحال يرون بانه يتوفرون على شرعيه دينيه، يتوفرون شرعيه سياسيه، يتوفرون على شرعيه قاعده شعبيه، وبالتالي هذا الذي يرضيهم. ما الذي يجمع هؤلاء بايران؟ هذا هو السؤال المركزي بطبيعه الحال. على مستوى التقعيدات المذهبيه يختلف، على مستوى اللسان يختلف، على مستوى الاهداف ديال ايران ليست هي اهدافهم بالضروره. يعني لا يوجد ما يجمعهم الا مدرسه الضبط والربط بين هذه التيارين، وهي المدرسه الاخوانيه. المدرسه الاخوانيه اللي بطبيعه الحال هناك ترابط قوي جدا منذ عهد حسن البنا، والذي قال في احدى الخطب ديالو في مكه، قال لا يوجد فرق بيننا وبين الشيعة الا انهم يحبون البيت اكثر منا. ثم جات الزيارات ديال نواب صفوي مع السيد قطب في الخمسينيات، ثم كان من احد ابرز من نظر للمدرسه الاخوانيه كان هو علي خامنئي، هذا الهالك الذي ترجم كتابات ديال السيد قطب، وبالتالي اخذ على الاخوان المسلمين حتى هذا اللقب ديال المرشد. هذا خداه لان المرشد كان هو يعني مصطلح يعني اخواني. المرشد حسن البنا بطبيعه الحال اللي اسس التنظيم ديال الاخوان في مارس 1928، وبالتالي هادو جوج مدارس. ما الذي يجمعهم؟ إيران ترى بأنه يستحيل إسقاط أي دولة في مواجهة مباشرة، ولم يحدث في تاريخ إيران منذ الثورة الخمينية الملعونة سنة 1979. بالمناسبة الثالث الطائرة التي وصلت إلى طهران بعد قيام هذه الثورة التي لم يشارك فيها الخميني أصلا هي الطائرة ديال الإخوان المسلمين. لم تنجح إيران في إسقاط دولة واحدة، فبالتالي ماذا تقوم عبر إنشاء، عندها في الدستور ديالها عندها واحد القاعدة ديال أن مناصرة المظلومين في العالم الإسلامي فتقوم بتأسيس ما يسمى بحركة المظلومين. هذه حركة المظلومين كانت دارت في لبنان ودارت في فلسطين. مظلومين في فلسطين دارت حركة المحرومين، هذه حركة المحرومين اللي غنتج عليها حركة حماس ومن بعد تكون هناك حركة اجتماعية، ثم تتحول إلى تنظيم سياسي، ثم تبحث على ذراع عسكري لها. هذا على نفس النسق ديال المدرسة الإخوانية. حينما أسس التنظيم حسن البنا 1928 بدأت القاعدة، ثم تأسس التنظيم، ثم أسس الذراع العسكري بزعامة عبد الرحمن السندي. إذن هادشي اللي كتقوم إيران بزرع تنظيمات ذات بعد اجتماعي مظلومين، تقوم بدعمهم بالمال، يتحول التنظيم الاجتماعي إلى تنظيم سياسي، يؤسس لجناح عسكري، ثم يقوم بنشر التوحش في منطقة من المناطق، ثم يقوم
يعني انفصال جزء من الدولة عن الدولة الأم، ثم يقوم بمواجهة الدولة والركوب عليها. وهذا ما وقع في لبنان، هذا ما وقع مع التنظيم ديال الحوثي الإرهابي في اليمن، هذا ما وقع مع الحشد الشعبي في العراق وتنظيمات أخرى موالية لإيران، وهذا ما وقع في سوريا. اللهم أن سوريا وقع تغير بعدما دخل تنظيم جبهة النصرة بطبيعة الحال بدعم من تركيا، وتغيرت المعادلة في تنسيق تركي أمريكي إسرائيلي بطبيعة الحال. الإخوة المسلمين يرون في تحالفهم مع إيران تحالف مرحلي واستراتيجي وموضوعي، لأنهم يعلمون بأن إيران عندها واحد المشكلة من أجل بسط سيطرتها على العالم العربي بالخصوص. شو مشكلة إيران؟ مشكلتها هي اللسان. صعب أنك مثلا تلقى خطاب إيراني بلغة فارسية ممكن أن يجد له صدى في العالم العربي والإسلامي. هناك الخلفية ديال العقيدة الشيعية الصفوية في بعدها الاثنى عشري وفي بعدها الإمامي. شرح لنا هذا البعد، شنو تيقولوا هذا البعد الاثنى عشري، هذا 12 خاص المغاربة. بغيتك تشرح المغاربة. أنا نرجع لك ولاو 13 دابا، تا واحد داك مجتبى خامنئي راه مخبعته هو، مازال ما شفناش. كانوا 12 دابا ولاو 13. دونك هذا المشكل ديال اللغة. شوف شفت إيران قالت ممكن أنني إنشاء أدرع لي يعني ناطقين باللغة العربية، ولكن أنهم على نفس التوجه الإيديولوجي ديالي، ممكن دعمهم إعلاميا، ممكن دعمهم سياسيا، ممكن حتى دعمهم عسكريا، وبالتالي مساندتهم لما لا على نفس الأجندة حتى مع تركيا للوصول إلى السلطة هناك، وبالتالي يعني التأسيس لكيانات تابعة يعني عقديا للولي الفقيه ولا وتابعة سياسيا لطهران. هاد المطائرين كيقول لك أننا نستفيدوا من هذا الدعم الإعلامي، نستفيدوا من الدعم السياسي، نقدروا نستفيدوا حتى من الدعم المالي، من الدعم اللوجستي، إذا ما تمكنا من الوصول إلى السلطة في بلد من البلدان، المغرب ولا تونس ولا الجزائر ومصر، لن تستطيع إيران أن تحكم مباشرة، وإذا ما حاولت حتى إزاحتنا عن الحكم سنلجأ إلى العقيدة الإمامية الاثنى عشرية ونضرب ونستهدف هذا يعني العقيدة الإيرانية. هذا الإمامية الاثنى عشرية للأسف الشديد هو توجه، هو المذهب الرسمي لإيران يعني منذ يعني ماشي نقولوا غير الثورة الإيرانية ديال 1979، ولكن تم دسترته سنة 1979 من قبل. لا يعني قبل من الدسترة سي عبد الحق الصنايبي، قبل من الدسترة أنا اللي بغيتك تشرحوا لنا. أنا قريت في شيء ولكن ما غاديش نقدر نشرحه بحال اللي غادي تشرحه أنت، وربما انت باش تضيف لي. اللي فهمت أنا أنه ما تعترفوا بهاد 12 ديال الاشخاص هما اللي يعني مقربين. 12 شاهد هو اللي كاين صافي. ما كاين لا صحابه، ما كاين هذا يعني غير باش يبان الفرق بين شنو هو الفرق بين العقيده الاثنى عشريه وبين السنه فيما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه. هي اختلافات كثيره دابا باش نفهموا هو واش اختلافات ولا تناقضات؟ لا ماشي غير اختلافات وماشي غير خلافات، هما يعني ما يمكن هناك يعني تضارب على مستوى الثوابت، على مستوى يعني عقيده قائمه بذاتها لا علاقه لها بنا لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك حينما قام المجلس الاعلى للعلماء بتكفيرهم بفتوى رسميه اعلن عنها امير المؤمنين الحسن الثاني رحمه الله عليه، ليست من فراغ. يعني هؤلاء السياقات التاريخيه بدا كانت هناك وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام، لم يحدوش شي خليفه اللي يكون موراه، وقعت مجموعه من النقاشات واستقر الامر على ابي بكر الصديق بعد مجموعه من المناوشات التي عرفتها سقفة بن سعيده، ومن بعد جاء سيدنا عمر، ومن بعد جاء سيدنا عثمان قتل يعني بطريقه خايبه بزاف من طرف بعض الناس اللي كانوا معهم مجموعه من الصحابه للاسف الشديد. ومورها وقعت موقعه الجمال، مورها موقعه الصفين، ماتوا فيها شي 70,000. وصلنا للمؤتمر التحكيم، كانت هناك شيعه علي وهناك شيعه معاويه، ما وصلنا شي نتيجه من ذاك المؤتمر ديال التحكيم. رجع علي الى الكوفه، رجع معاويه الى الشام، قتل يعني سيدنا علي رحمة الله عليه رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قتل بطبيعة الحال. بعدما قتل جاء الإمام الحسن رحمة الله عليه بايع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وبالتالي توحدت الخلافة، بدأت فعليا يعني الدولة الأموية. هنا من بعد هاد الأئمة اللي جاوا موسى الكاظم وجعفر الصادق هما براء من هاد التأويلات الفقهية اللي جاوا. من بعد ذلك حتى القرن 16 والقرن 17 غيبدا هناك مشكل عرقي
كان هناك مشكل عرقي ما بين العرقية الفارسية وما بين العرقية العربية. يرى العرق الفارسي بأن العرب هم الذين يتحملون مسؤولية إسقاط الإمبراطورية الساسانية، ولكن كيشوفوا بأن العرب يمتلكون مذهبا قويا وديانة إسلامية قوية لا يمكن مواجهتها، فمشاو كيقلبوا على حتى هما مرجعية دينية اللي ممكن أنهم يشتغلوا عليها في مواجهة المرجعية السنية. ولا حتى علي خامنئي قبل الهلاك ديالو قال بأنه هذه حرب حسينية يزيدية، إذا حرب عقيدة ضد حرب عقيدة. هذا على مستوى السياقات التاريخية. على مستوى التقعيدات الفقهية كثيرة جدا، اللي يبغى الإخوة الكرام المتابعين أنه يرجع يتعرف عليها، يرجع الأصول الكافي الكليني، يقدر يرجع الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري، يقدر يرجع من لا يحضره الفقيه ما لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، يقدر يرجع للطوسي، يقدر يرجع المجموعة من الكتابات اللي كتأرخ، ويقدر يرجع غير آخر ما كان كاع إلا بغى أنه يشوف الإبداع ديال هذا المذهب الشيعي. يعني اللي هو سني ما يمكن شيء، يعني بحال قلنا خطين متوازيين ما يتلاقاوش. هما اولا يعتبرون بانه الصحابه الكرام انقلبوا على الوصيه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، وعلى راسهم ابو بكر وعمر، ويقولون بانه حادثه غدير قم بان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بالخلافه لعلي وقال من كنت مولاه فهذا علي، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعادي من عاده. وبالتالي أثبتت الوصية. ويقولون بأنه في قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ائتوني بورق وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فرفض عمر وقال إن الرسول شي هرطقت. المهم قاموا بتكفير أبو بكر، بتكفير عمر، بتكفير عثمان، وبتكفير جميع الصحابة إلا أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي، واحد 3 ولا 4. هذا على مستوى الموقف من الصحابة. كان على المستوى ديال القرآن يقول لك بأن هناك عقيدة تحريف القرآن، بأن القرآن هذا كله محرف، وبأن هناك مصحف آخر هو مصحف ديال فاطمة. كذلك هناك موقف من الزوجات ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. خاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين حفصة، يتهمونها بما لا يليق بطبيعة الحال. كاين مشكل على مستوى الإمامة، يعتبرون بأن الإمامة يعني أحد أركان الأساسية للدين، على خلاف مثلا الاركان ديال الاسلام اللي تعتبرون المذهب السني بطبيعه الحال. وبالمناسبه هذه النقطه هذه هي اللي كتدفع النظام الايراني انه يكفر النظام الملكي المغربي، على اعتبار اننا نظام ديال اماره المؤمنين ديال الرسول ديال سيدنا الله يحفظه انه ينتمي الى العطر النبويه الشريفه، ولكن من سلاله الحسن. هم يقولون بان كل من ادعى الخلافه من نسل الحسن فهو كافر، وبان هذه الامامه هذه غير جائزه. كذلك كيقول لك واحد القضيه في الخميني في الكتاب ديال الحكم الاسلامي، يقول لك بان النظام الملكي والنظام الموروثي لا علاقه لهم بالاسلام ولا علاقه لهم بالدين، وبالتالي نرى بانه يعني بان هناك اختلاف كبير. هذا الشيء على مستوى المرتكزات. خلينا على مستوى كيف ينظرون الى السنه، خلينا من جواز قتل السنه، خلينا من الاحاديث اللي كتقول خصنا نمشيو لمكه اننا نحفروا على القبور ديال ابو بكر وعمر واننا نعاودوا نحاكموهم، خلينا بانه كيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بانه في مرتبه وفي درجه اكثر من ابليس لانه انكر امامه علي. اذا تنظيم دموي مجرم يتعبد بقتل كل ما هو سني وكل ما هو عربي. ومع ذلك في متابعتي لواحد الحلقه ديالك استضفتي فيها امينه ماء العينين، قياديه من القيادات ديال العداله والتنميه، كنت انت والزميل الصوصي العلوي، الدكتور امين الصوصي العلوي، وسولتها لا قلت لها ودي راه تم التكفير ديالهم. حاولت كنظن بانكم طرحتوا سؤال في هذا السياق، فكانت اجابتها انها كتقيل، قالت حرفيا كنقيل نسمع الخطب ديال خامنئي، قالت ماشي انا لا كفرهم، لا بغيتي انت تكفرهم تحمل مسؤوليتك. اليوم انا السؤال اللي عندي او السؤال الذي تبادر الى ذهني وانا تنشوف ديك الحلقه، لان هذا الشيء اللي قالته امينه ماء العينين لم تتفرد به. شفنا عبد الاله بن كيران كيبكي نهار مات حسن نصر الله. شفنا الدعم ديالهم يعني بدون مواراة في الإيران. واش هاد الناس قربوا يعلنوا لنا على التشيع ديالهم
يعني كيف يمكن مرجعيتهم دينية، هذا لا جدال فيه. فكيف اليوم مع جميع هذه الاختلافات اللي قلت، ماشي اختلافات اللي قلت، اختلافات جذرية، هل نحن اليوم ماشي غير تنشوفوا اعضاء ديال العداله والتنميه يمارسون تقيه بالنسبه للدوله الوطنيه، هل هم يمارسون ايضا تقيه دينيه؟ متى سيعلنون تشيعهم؟ هذا هو السؤال الذي تبادر الى ذهني وانا تنتفرج فيكم. لا، انا اعتقد لا نجيبه هو لا علاقه الامر بالتشيع اكثر مما عنده علاقه بانهم يعتبرون في ايران ويعتبرون في تركيا ودول خليجيه اخرى يعتبرون بان حلفاء موضوعيين لهم. الإخوان المسلمين يبنون مواقفهم من الآخر بصفة عامة بناء على علاقتهم بهذا الطرف. أليس في ذلك استغباء واستحمار للمغاربة، الناس اللي كيتابعوهم؟ هذا اللي تتخرج انت اليوم وتقول له تبري تبيض وجهه ما لا يمكن لسني أن يبيضه، وتتخرج وتقول أنت عندك أهداف سياسية. متفقين، عندهم أهداف سياسية، وحنا متفقين أيضا أن حتى إيران في الاختراقات ديالها اللي شرحتي كانت دائما ديما تدخل لنا سمية الإسلام في التسميات ديال الجماعات التي تخترق بها الدول. متفقين. واش هذا الشيء ما فيش استغباء لهذا المغاربة؟ واش ماشي هذا هو أصلا المشكل اليوم أن هاد الناس استطاعوا يقسموا لنا المغاربة؟ دابا انت يا استاذه نجيبه كتهضري على واحد النقطه خطيره وخطيره جدا. شوف، الجماهير بصفه عامه، الجماهير ليست عاقله وليست عقلانيه وليست ذكيه. الجماهير حينما نتحدث عاطفيه تعتمد على المشاعر، تعتمد على التصورات، تعتمد على الخطابات، تعتمد إلى رجعنا لغوستاف لوبون على الشخص اللي عنده صوت جهوري، اللي عنده صوت مرتفع. لا تعتمد على العقل، لا تعتمد على التحليل. حتى حينما تشرفت وقدمتني بأنه خبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، حتى على مستوى الاستراتيجي يقول لك موضوعية الطرح وذاتية التنفيذ. حتى الجندي البسيط ملي كتجي أنك تحاول تقول له تعطيه مجموعه من التعليمات، ما غيشرح لكش هو داك المدرسه الاستراتيجيه الكبيره، كتحاول تبسط له العدو غيجي من هنا غضرب من هنا، بالتالي مصطلحات بسيطه. اذا هاد الناس هادو عرفوا داء المواطن المغربي وعرفوا دواءه للاسف الشديد. في ظل كما تحدثنا انا وياك وناقشنا مرارا، في ظل غياب سرديه اعلاميه وطنيه قويه، في ظل غياب خطاب وطني قوي، في ظل غياب خطاب وطني شجاع، في ظل خطاب يعني واعي يجمع كما تفضلتي في بداية الحلقة ما بين المعرفة العلمية وما بين المعرفة الأكاديمية وما بين التكوين الإعلامي والتكوين الخطابي اللي قادر أنه يقدم خطاب مقنع. لا دابا حنا خصنا جواندر لوتير ولا غريابل، يعني ما بين شخص يمتلك الملكة المعرفية والفكرية الممتازة وما بين طريقة الإلقاء. لأن بغينا ولا كرهنا أن إلا بغيت توصل لعقل المواطن المغربي يجب أن تمر عبر قلبه. هم يضربون شويه ديال القلب، هم لا يهتمون بالنظريات الاقتصاديه، لا يهتمون بالمؤشرات النمويه، هم لا يتحدثون في الاستراتيجيه، حتى في مسائل الدينيه لا يهمهم حتى الامر. شتي هادو كاع اللي كتشوف السنتين 3 سنين خرج منهم شي واحد دار شي درس ديني، شرح لك شي معركه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، شرح لك شي نظريه اقتصاديه دينيه، لا والو. التصهيون، التطبيع، فلسطين، احنا جايين غنجيو هادشي اللي كاين. وبالتالي المذهب هو مذهب سياسي. هنا باش تفهم هاد الناس هادو، المذهب مذهب سياسي يستعمل الدين لإغراض السياسة. ماشي أنا اللي كنقولها، قال الشيخ أحمد حسن الباقوري، كان نائب ديال المرشد حسن البنا بعد ما تم اغتيال حسن البنا في 12 فبراير 1949. قال في كتابه بقايا ذكريات: نحن جماعة تحترف الدين لأهداف السياسة. وبالتالي ما تحاوليش تفهمين بالمرجعية العقدية. عودة الجملة عفاك باش يسمعوها المتابعين. وقالها ماشي أنا. عودة قال نحن جماعة تحترف الدين لأغراض السياسة. هما كيقولوها دائما، نحن حركة سياسية. وبالتالي يجب فهم شي. نقول لك غدا بعد غدا غادي تجي دابا مثلا كيشوفوا هما مثلا في شي دولة عربية مثلا بناء على حسب مواقف الدولة منهم. غدا مثلا إلا صدرت شي
ايران ولا شي حاجه صدرت شي قرار بانه الغاء جا مثلا شي نظام لا يتبنى مبدا الولي الفقيه وعنده مواقف راديكاليه من التنظيمات الاخوانيه وقال سنقطع جميع تعاملاتنا مع التنظيم الاخواني، سيقولون فيه ما لم يقولوا مالك في الخمر، وغيجبدوا لك هذه القضيه ديال الشيعه وتحريف القران والصحابه وامهات المؤمنين. اذا المواقف السياسيه دابا حنا عندنا مشكله ديال مع هاد الناس هادو، هو اننا نقول هذا الدين لا يمكن الركوب عليه لأهداف سياسية، لأن هذه متاجرة بالنص الديني وهي متاجرة لا تليق. نحن هنا كما ناقشنا أنا وياك نرفض المتاجرة بالدين ونرفض المتاجرة بالوطن ونرفض المتاجرة بالمبادئ، وبالتالي حدنا حينما نعارض مجموعة من الاختيارات حتى ديال الدولة المغربية ما عندهمش مشكل معنا، لأن المشكل في الخلفية. إذا كانت الخلفية وطنية والمرجعية هي حب الوطن والاجتماع على الثوابت اللي هي خيار، خيار وعقيدة عقد القلب عليها، حينما نقول أننا ملكيين لا لسنا مع الملك وفقط، نحن مع المؤسسة كمؤسسة نعتبرها صمام أمان للمملكة المغربية. إذا اختلت هذه المؤسسة هذه انهار السقف ديال هذا الوطن هذا كامل، وبالتالي الارتباط هو ارتباط وجداني بطبيعة الحال، ولكن ارتباط موضوعي بهذه المؤسسات. إذا المرجعية ديالنا هو هذا اللي كتحركنا. أما ناس اللي كتقول الناس انت اللي كتقول احنا وطنيين، في الأصل هم سيد قطب يقول لك وما الوطن إلا حفنة من تراب عافن، ولا وطنية في الإسلام، وإن الحدود مجرد يعني أن سطرها يعني المستعمر، بأن نؤمن بالأمة الإسلامية وهذه الخزعبلات التي عاف عنها الزمن والتي لم تكن أصلا ولم تتحقق في يوم من الأيام. أكيد. غادي نعرض عليك واحد الفيديو، تعرف الناس يسكسوا تعرف الناس طاجين، نعرض عليك فيديو يجي يسكسوا من بعد. غنعرض عليك واحد الفيديو ديال أمينة ماء العينين باش تعطينا التعليق ديالك عليه السي صنيبي. ودعني أعبر عن ارتياحي لأنه هذه الهدنة فعلا تم تمديدها، التي نتمنى أن تكون توقفا حقيقيا لهذا إطلاق النار ثم نهاية الحرب حقيقة، لأنه لا وجود لحرب مفيدة للبشر، ولا وجود لحرب تسعد أي طرف كيفما كان، لأنه الحرب دائما خسائر، الحرب هي قتلى، هي أنفس بريئة تسفك. الحرب كلما استطعنا أن نتجنب الحروب وكلما استطعنا أن ننزع نحو تسوية النزاعات ديالنا البشرية بالوسائل التي يتيحها لنا كوننا بشر. علاش الإنسانية تقدمت وتطورت كثيرا وحاولت بعد حروب عالمية مدمرة أن تتجه في منحى عدم العودة إلى هذه الحروب المدمرة والمكلفة على مستوى البشر. الله سبحانه وتعالى اعتبر أن قتل نفس واحدة مثل قتل الناس جميعا، ففي الحروب يصعب أنك تضبط من هي النفس البريئة التي تقتلها ومن هي النفس غير البريئة، إضافة إلى أنه عندنا احنا منظومة أخلاقية في الإسلام أثرت الحروب في اتجاه حماية الحقوق ديال الناس، لا تقتل طفلا ولا امرأة وتقطع شجرة ولا ديرا ولا ناسكا ولا يعني من يسعى إلى وين نزعوا إلى السلم فنزع لها. إذن هذاك الكيان راه لا يصلح معه شي حاجة سميتها السلام، حيث المسلمين والعرب والفلسطينيين هما أول وحدين جربوا هذه الورقة ديال السلام الذي ثبت بأنها ما يمكنش تكون، لأنه لو كانت ستكون فاعلة لفعلت في الضفة التي اليوم تعاني مما تعاني منه والتي أصبح وجودها مهددا. راه ممكن نعسون في قلقة الضفة الغربية ما كايناش، ومنها الضفة الشرقية مشينا للأردن، ومنها نمشيو للعراق، ومنها نمشيو للسعودية. هذا الشيء راه معلن، ولمصر ولغيرها. إذن منين جرينا النقاش باش نرجعوا لحركات المقاومة؟ أنا بالنسبة لي كنتحدث على راسي، ما كنجاوب على حتى شي واحد. إنه لمن الشرف بالنسبة لي أنا أعتبره أن أكون داعمة لحركات مقاومة، سواء كانت إسلامية ولا وطنية، سواء كانت من حماس ولا فتح ولا الجهاد الإسلامي ولا فصائل أخرى التي أراقت الدماء الغالية الزكية. سي صنيبي، واش دابا احنا شفنا تصريحات، جوج تصريحات بيناتهم يمكن 5 دقائق في حلقة واحدة تتناقض فيهما السيدة أمينة ماء العينين جذريا. تتقول لك الإنسانية والسلام والحروب ما خصهاش تكون، فما إن تمر هذه في قضية إيران، فما إن تمر إلى إسرائيل أنت شفتي بأنها يجب دعم الحركات الجهادية و دابا اليوم طبعا أنت أستاذ ومتمكن، ولكن احنا عندنا فعلا
جمهور غير محصن اعلاميا، باش ما نقولوا شي حاجه اخرى. ما غيردش البال لهاد التناقضات ديال الناس كيخرجوا عاملين واحد الرسائل عاطفيه كيف ما قلنا، ولكن راه تيتناقضوا. انا بالنسبه لي الشق الاول من المداخله ديالها واللي قالت بان الحرب كيقول لك لو زويت مأساة كبرى كان غرون درام. الحرب حتى واحد ما كيتمناه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموه فاصبروا ولا فتبوتوا ولا واعلموا بان الجنه تحت ظل السيوف. هذا المصطلح. اذا الاراده ديال الحرب خايبه، وبالتالي حتى المملكه المغربيه كانت توجور كما قال الحسن الثاني ميليتير سور البلان ميليتير ولا بوليتيك سور لا ديفونسيف، يعني كانت دائما حروب دفاعيه. اللي النقطه اللي ربما انا بان لي فيها التناقض هي انه انا بالنسبه لي انا شخصيا انا اعتبر بانه صراع ما بين اسرائيل وما بين ايران ربما انا بالنسبه لي لا يهمني من المنتصر ومن المنهزم. انا شغل ما هذاك انت سوق ما هذاك، ربما بمنطق الاسقاطات الاستراتيجيه على المملكه المغربيه. ربما في قناعتي انا شخصيا اعتبر الخطر الايراني، قلت هذه 4 سنوات ولا 5 سنوات، يتجاوز بسنوات ضوئيه الخطر الاسرائيلي. اقول انا بانه ما تقوم به إسرائيل من جرائم في حق الإخوان ديالنا في غزة بأنها غير مقبولة. وقال خطاب ملكي وصف التطرف من الطرفين، يعني من الطرف الإسرائيلي ومن الطرف أنه الفلسطيني، يعني توعد من زيد على المواقف ديال المملكة المغربية اللي كان الخطاب الملكي الوحيد الذي وصف الحكومة اليمينية في إسرائيل بالمتطرفة. ووقع بعدها ما وقع من مجموعة من الاستفزازات من الحكومة اليمينية المتطرفة، وبالتالي يزيد علينا. أنا ما أثرني هو أنه قالت بأنه إسرائيل استهدفت المقاومة وخ تقوم بعمليات عسكرية في الضفة الغربية، اتفق. قالت بأن الخطر يقدر يوصل للعراق وخلل. قالت هذا الخطر يقدر يوصل لسوريا، يقدر يوصل لليمن وخ. بهذا المنطق ألم يصل الخطر الإيراني إلى العراق وإلى الإمارات ألم يستعمر إيران؟ ألم تستعمر العراق؟ ألم تحتل إيران سوريا؟ ألم تحتل إيران لبنان؟ ألم تحتل إيران اليمن؟ ألم تساهم إيران في إبادة 1 مليون سوري؟ ألم تساهم إيران في يعني تشريد 2 مليون ديال السوريين؟ ألم تساهم إيران في رد مركز الخلافة العباسية إلى ما قبل التاريخ، حتى تحولت للأسف الشديد سياسيا العراق إلى جمهورية موز؟ لم تصبح دولة، ليست هناك دولة في العراق الى الان. لا زال البحث عن الرئيس ديال الحكومه مازال ما لقاوش، بالتالي مشكل كثير. اذا انا ما اقوله هو لا يجوز الكيلو بالكيلين. من هو اخطر واشد؟ انا اقول لك الخطوره ديال الوضع. انا بالنسبه لي لازم في قراءتي التي ادعي فيها بعض البعد الاستراتيجي ان اسرائيل هذه القضيه ديال الاستعمار الثقافي والاستعمار الهوياتي وهذه الخزعبلات اللي كتكون، يستحيل على دوله في حجم اسرائيل ان تستعمر بلدا ثقافيا او هوياتيا او على الارض. حينما نتحدث عن الارض يعني ان يكون لها امتداد على الارض، محكوم عليها الا تستطيع التمدد خارج نقطه. طبعا عندها طموحات توسعيه، واني في حد من الحدود. شحال عدد ساكنه اسرائيل؟ شحال عدد اليهود قاعدين في اسرائيل؟ 5-7 المليون، هادشي اللي عطى له، ولا 6 المليون. شحال كاين ديال اليهود في العالم كامل؟ 12 مليون. وبالتالي هي بحكم هذا العائق الديموغرافي يستحيل عليها ان تتوسع الى اكثر من في حين ان ايران اولا تتوسع لان عندها قاعده ديموغرافيه، عندها ازيد من 100 مليون. ثانيا عندها اذرع اللي هي الأذرع الشيعية والأذرع السنية ممثلة في الإخوان المسلمين. ثالثا عندها العقيدة ديال تصدير الثورة كاينة في الدستور ديالها. للأسف الشديد الأستاذة قالت لك أنا ما طلعت عليها، وني كاينة عقيدة ديال تصدير الثورة، وكاينة عقيدة ديال دعم المظلومين. عقيدة تصدير الثورة كاينة في الدستور ديالهم. ثالثا الموجهة لاله نجيب. انا كمغربي انا شنو الموجه في المواقف ديالي؟ شنو اللي خص يحكم التوجه ديالي انا؟ هي المصالح الاستراتيجيه الوطنيه. ولا هي الاستاذه باحترامي لها التوجه ديال هذاك كتقول لك لا الاخلاقيه الموجه. انا اقول بانه على المغاربه انهم يستوعبوا هذه القضيه هذه. راه الدوله هي شخص معنوي. انا وانت اشخاص ذاتيين. نجيب جلال شخص ذاتي، السي عزيز شخص ذاتي، انا شخص ذاتي. شنو هو الشخص ذاتي؟ يفكر، كيطلع له الدم، كيتعصب، كيتقلق، كيطلع له الادرينالين، يطلع السكر، يطلع الطونسيون، يطلع شخص ذاتي.
أما الشخص المعنوي، الدولة شخص معنوي لا مشاعر لها ولا عواطف لها ولا أحاسيس لها. كاين منطق الدولة، من يحرك منطق الدولة؟ هي المصالح ديال الدولة، هي التي تحدد التعبيرات السياسية ديالهم. الشيء لا نجيب إلى تبعنا هاد الناس هادو للأسف الشديد، إلى تبعنا هاد القضية الأخلاق وهذا والدولة وهذا الشيء هذا، نرجعوا أكثر احترامنا الصومال ولا شي دولة فاشلة جدا. قبل ما ندوزوا المحور الآخر أو السؤال الآخر، خصنا نذكروا المتابعين أيضا أن تبين، وهذا أمر مثبوت، وكاين يعني تصريحات وكاينين تقارير بأن إيران دعمت البوليزاريو. يعني كانت هجمة أو تطاول مباشر إلى السيادة المغربية، وحتى هذا واحد الأمر اللي ربما هاد الناس اليوم ما بقاوش كيدخلوا في البارامتراج ديالهم، هذه راه بطريقة مباشرة. الخلفي كان دار واحد التصريح عطى فيه اسماء وفين كان الاختراق، ويعني الامر مؤكد. كان اللي تيقول لك لا ماشي مؤكد، لا الامر مؤكد، وكاين تقارير ماشي غير التقارير الامريكيه، هذه راه تصريحات ديال وزراء كانوا في الحزب ديالهم. ودي دابا المشكله اللي عندنا مع هاد الاخوه هدانا الله واياهم الى سواء السبيل. دابا السي مصطفى الخلفي الله يذكره بخير هو الذي يعني أصدر تصريح حينما كان ناطقا باسم الحكومة، وأنا درت معه لقاء بحال هكذا أنا وياك، يعني وأكد لي هذه المعطيات، ودرنا جلسة أنا وياه خاصة وأكد لي هذه المعطيات. فإذا بهاد الناس هادو كيجيو واحد النماذج كيقول لك أنت من نفس التنظيم، يعني راه مخك يحبس، زعما كتشوف فيهم كتقول مخك يحبس. كيجي كيقول لك لا زلنا ننتظر الأدلة من أن تقدم الدولة المغربية أدلة على تورط إيران في دعم البوليزاريو. دابا المغرب من شدد القرائن هذا وقال قبض على ذاك العنصر حزب الله في المطار، وجاب ذاك القرائن ديال ما يقع في السفارة الإيرانية في الجزائر والدور اللي لعبوا أمير موساوي وجمعوا. شنو دار المغرب؟ مشى لإيران، سي نصر بوريطة مشى لطهران وحط قدامهم الملف، قال لهم ها هو الملف، ها القرائن، جاوبونا. لم ترد إيران، لم تنكر، حتى لم تنكر، لم تخرج ببيان غير يعقوب هذا اللقاء هذا. قل ما وديه كانت هناك اتهامات، هي دابا مالين الدار صبروا لازا يكفروا، دابا ديالنا كفروا. دابا هذا هو المشكله. دابا شوف هذا هو المشكل ديالنا معهم. دابا من تشوف الاستاذه نجيبه ولا الاستاذ سليمي ولا صوصي العلاوي ولا هرباز ولا مجموعه من الاخوان كتلقى ثبات في التوجه ديال ما يمكنلكش تشد عليا انا تناقض كيما قلت لك هذه 6 سنين نقول لك دابا، لان هذه قناعه. لكن هاد الناس هادو هم من وقعوا التطبيع، كانوا يقولون كلاما دابا يقولون كلاما اخر. بالنسبه لايران حتى واحد قال كلاما خطيرا، قال لك حنا وصلنا بانه طالبت ايران من المغرب يعطي ادله والمغرب ما عطاهمش. من اين وصلت هذه الافكار؟ هذا هو لا كاين واحد التغليط عمد ديال الراي. لا واش فهمتي فين بغيت نمشي انا؟ لا شكون اللي قال لك انت راه طلبنا ادله وهذا؟ اذا هادو ايرانيين قالوها لك، قال لك راه المغرب كيكذب عليكم راه طلبنا له ادله وما عطاناش. انه وليتي انت بورت بارول ديال ايران هنايا. انا اللي كيفاجئني هو التعبيرات اللي كانت في الحقيقه غير مقبوله في المغرب، ولينا كنعيشوا واحد المستوى ديال التطبيع مع هذه التعبيرات شويه شاده. هذا هو الاشكاليه. هناك تطبيع اليوم مع امور حنا متفقين ان هذا الخطاب بخصوص ايران راه فيه بوحدنا في العالم، راه هادشي ما تلقاه في الجزائر، ويمس الامن القومي، ما تلقاه في الجزائر، ما تلقاه في تونس، ما تلقاه في مصر، ما تلقاه في الاردن، ما تلقاه في الضفه الغربيه، ما تلقاه في اليمن. حتى في اليمن ما كاينش مظاهرات، ما تلقاش في الامارات، ما تلقاش في الكويت، ما تلقاش كتلقاه في المغرب. شي مظاهرات ما كايناش في ايران ما كيخرجوش. ايران مع القضيه الفلسطينيه وهذا الشيء والتخريب هادشي ديال ايران ما كيخرج حتى شي واحد الا حنا يا سبحان الله شعب الله المختار. حنا هادو ديالنا تيقولوا تعرفوا العلم، كيقولوا كنعرفوا نزيدوا فيه. بالنسبه للقضيه الفلسطينيه طبعا هي قضيه انسانيه، حنايا تفطمنا عليها، درنا الابحاث الاولى ديالنا عليها، يعني ما كاينش مغربي اليوم اللي ما عندوش تعاطف. للاسف هي قضيه شعب استغلت سياسيا في بزاف ديال البلدان، واستغلت سياسيا بزاف عندنا في المغرب. هاد الناس قسموا لنا الرأي العام واستطاعوا يخلقوا واحد الثنائية في الخطاب. اليوم السؤال واش دابا حنا فعلا ناس ما مزيانيش ولا نمثلوا المغاربة؟ لأننا
كنقولوا حنا مع واحد الموقف رسمي، حيت رسميا الدعم كاين، الدوله تدعم. جوج نقاط اساسيه. اولا الحمد لله على اننا وصلنا للعقله الثنائيه ودرنا واحد ليكيليبر. بعدا هاد الوقيته هاد ليكيليبر كان مختل، كان لي فترات قريبه راه كان صوت واحد لا يعلى عليه هو اللي كاين في الساحه. دابا الحمد لله كاين واحد التيار وطني يعني قوي ظهر للساحه، وربما بغض النظر على الخزعبلات اللي كانت نشرت هذاك التحقيقات ديال لوموند اشارت لهذه النقطه هذه. قالت لا يمكن تهديد بنيه الدوله في المغرب لاعتبار اساسي لمكانه المؤسسه الملكيه في قلوب المغاربه ولوجود تيار قومي يعني ينشط ديكومبلكسي. يعني قالت بانه ما عندوش مشكل مع التاريخ، انه كيجبد التاريخ وكيجبد بسلبيته وبإيجابيته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا توجد دولة أو شعب قدم لفلسطين ما قدمه المغرب. حتى واحد ما يزيد علينا القضية ديالنا الفلسطينية. شوف شكون اللي يقدر يدخل غير المساعدات؟ دابا سباق بها المساعدات. هذا كم مجموعة من المعطيات التاريخية اللي خصها تصحح على نجيبها. خص المغاربة يمشيوا يرجعوا يقراوا، لأن للأسف الشديد أنه الأطروحة المشرقية غطت على الإنجازات المغربية وحاولت أن تحولنا إلى أمة بلا تاريخ وبلا إنجازات، وحاولت أن تمسح تاريخنا في المشرق وحتى في الأندلس. من فتح بيت المقدس؟ نرجعوا للحقيقة التاريخية. شكون اللي فتحها؟ شكون اللي فتحها للنجيب؟ وغادي نعطيك جواب المداوي قريش. لا يقول لك لا 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 ما احنا مع احترامنا لجميع الإخوان. يقول لك صلاح الدين الأيوبي. لا اسمح لي، أنا بالنسبة لي كان يتزعم ولكن ليس هو، لأن معركة حطين كانت في 1187. قبل منا في 1177 كانت واحد معركة الجزر، تمشي تقلب عليها جميع الكتب اللي عطا الله والله ما غتلقيها، ما غتلقيهاش كاع بتاتا. هذه المعركة اللي دارها صلاح الدين الأيوبي مع بالدوين الرابع. هذا بالدوين الرابع كان في عمره 16 سنة وكان فيه الجدري ما فيه ما يتشاف. شد صلاح الدين الأيوبي عطاه واحد الطريحة ما يمكنلكش. يعني انتهى الجيش ديال صلاح الدين الأيوبي، انتهى بتاتا إلى درجة أن صلاح الدين الأيوبي احترامنا له ولما قام به نصرة الإسلام والمسلمين والقضية العربية مش شغلنا، ولكن التاريخ وعطى واحد السلخة حتى لدرجة رجع لمصر. صلاح الدين الأيوبي دار واحد الكمامة وما لقاش بغل علاش يرجع العود، رجع بالجمل فوق الجمل انتهى. ولذلك 10 سنوات وصلاح الدين الأيوبي يترجع السلطان ديال المغرب. يعقوب المنصور موحدي وما أدرك ما يعقوب المنصور موحدي. جا صيفط واحد الرساله وما عجباتوش لان بغى يخاطبوا بواحد اللقب ما هواش. الرساله الثانيه نطلب من الاخوان ديروا رساله صلاح الدين الايوبي الى يعقوب المنصور الموحدي يصفه بخليفه المسلمين بحامي بيضه الاسلام ويترجى بقاص الرسول ديال صلاح الدين الايوبي. اسمحي لي على هذا المعطى التاريخي المهم. شوف الهدف هو التوعيه، لاننا نحن اليوم بصدد معركه وعي. جا الرسول ديال صلاح الدين الايوبي جا الفاس جلس 3 شهور كيتسنى. فين هو يعقوب المنصور الموحدي؟ راه في العاصمه الثانيه للمملكه المغربيه اشبيليه، كانت العاصمه الثانيه. انا عاد جا وافق ومشى 180 سفينه ومشى يقال قال لك 4 مليون يكذبون. كان اغلبيه الجيش ديال صلاح الدين الايوبي من المغاربه، ونتيجه البدل ديالهم والدور ديالهم الحاسم في فتح بيت المقدس انه قال لهم ودي جلسوا معايا ونعطيكم الارض ونعطيكم الاقطاحات وسمى المحارات المغاربه وباب المغاربه. وتمشي حتى لبغداد. شي بغداد انا كنت نقرا في احد الرحلات الرحاله المغاربه كاين فندق المغاربه مشيتي تلقى بلاصه ديال المغرب. هذه النقطه ديال فتح بيت المقدس. شكون هي البلاد التي تخلت على مطالبها الترابيه على تراب كنا نعتبره مغربيا في سبيل القضيه الفلسطينيه؟ ماشي حنايا في 69 احراق مسجد الاقصى، ماشي تماك عرضنا على موريتانيا باش اننا نجمعوا شمل المسلمين ونبتق عليه فيما بعد تاسيس منظمه المؤتمر الاسلامي ولا منظمه التعاون الاسلامي. للاسف هاد الناس كيقزموا تاريخ المغرب وكيقزموا من جينا دابا لهنايا رئيس لجنه القدس اللي هو ملك البلاد حفظه الله، وكاله بيت مال القدس. شكون اللي كيخلص 87% ديال فلوسها؟ والمغرب اللي كيخلصها. شكون اللي كيحارب تهويد القدس؟ شحال المجهودات اللي كدير هذاك وكاله بيت مال القدس؟ عرفتي باش تشري غير 100 متر في القدس شحال كيسوى الثمن ديالها؟ وداك الانشطه اللي كيديرها المغرب. وبالتالي لا احد يزايد. شتي هاد الناس ديالنا اللي كاينين في المغرب عاد
يعيدون اجترار هادوك الشعارات ديال 67 ولا التطبيع ولا المفاوضات ولا الاعتراف ونرمي الإسرائيليين في البحر وداك الخطاب. لو أنه كانوا الإخوان يفكرون بنفس براغماتي ديال الحسن الثاني، كون راه هذا المشكل هذا كون راه تحل يعني في الخمسينات ولا في الستينات. الآن دابا يطالبون بحل اللي هو أقل من المساحة اللي كانت غتاخذها فلسطين ب5 أضعاف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. غادي ندوزو المحور الأخير وسنتحدث عن الصحراء المغربية. غادي نسمعوا واحد التصريح ديال جلالة الملك نصره الله. أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات. عطيتك هذا الخطاب السي الصنيبي لان ربما كيلخص لنا الجوج ديال المواضيع اللي تحدثنا عليهم، لا بالنسبه لايران ولا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، كيفاش كيشتغلوا عليها هاد الاصوات اليوم الداخليه لاهداف سياسيه محضه. وربما كاين كل واحد لن نقول جميعهم في السياسه، كاين ايضا اصوات امتهنت الصراخه والعويل في اليوتيوب، عندهم اسباب اخرى. ولكن هذا الخطاب او هذا الجزء من الخطاب كيلخص يعني الرؤيه التي لا نقاش ولا جدال فيها. وحنا في القضيتين، لا بالنسبه لايران اللي فعلا قاسوا لنا الوحده الترابيه او عاونوا، ملي تنقولوا بانهم مشاو دربوا كيعاونوا البوليزاريو. وبالنسبه لفلسطين، ولو ان المغرب بقى في نخوته وفي دعمه الرسمي بدون ادنى اشكال، هاد الناس اللي هم اليوم داخلين، هذه جماعات وتيارات داخل المغرب تاكل وتشرب في المغرب، قرات وكتقري وليداتها في المغرب، وتتعارض جذريا مع هذا الخطاب. وللأسف هم ناس في السياسة. تحدثنا على أمينة ماء العينين، كانت رئيسة اللجنة ديال التعليم أيضا. لا فين كاين الخطة هنا؟ السؤال واضح: واش ما كاين شيء اليوم عندنا هاد النظرة أو هاد الخلفية في الاختيار ديال الأشخاص اللي ترأسوا لنا لجان واللي يكون عندهم وظائف سياسية لحماية أمننا القومي؟ لأن كندوروا كنلقاو هاد الشيء كله في النهاية ماذا يمس أمننا القومي. سيدنا قال واحد العبارة، قال لك هو المعيار الواضح والبسيط. شنو كيقصد بالبسيط؟ يعني البيئة، يعني المحدد الأول لعلاقتنا، وربما يتحدث عن العلاقات الخارجية للمملكة المغربية تماما، يتحدث عن الصداقات ونجاعات الشراكات. قال لك المعيار الواضح والبسيط. هذا على المستوى الخارجي. المفروض أن هذه المسألة اللي حسمها جلالة الملك على المستوى الخارجي أن ما تكونش محل نقاش كاع على المستوى الداخلي. بديهيات هذه مسلمه هذه مزيان. وبالتالي مشكلتنا مع هاد الاخوان، ذاك المره قلتها في ذاك النقاش، قلت انه الدوله المغربيه رفعت القضيه الفلسطينيه الى مصاف القضيه الوطنيه، اللهم بارك، رغم انه ماشي موقفي انا لا شيء يعلو فوق القضيه الوطنيه ديالي. انا كنعتبر الوطن اولا، الوطن ثانيا، الوطن ثالثا، الوطن اولا واخيرا. انا بلادي هي الاولى، لان في ضياع بلدي ضياع كاع على هادشي هذا، كاع هاد المنظومه هذه. ولكن يا سيدي امنا الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود. سيدي القضيه الفلسطينيه في مصاف، كاين اللي باغي يهزها فوق القضيه الوطنيه. لا خويا، لا اسمح لي ما تجيش ترفع قضيه اخرى مهما كانت قدسيتها فوق القضيه الوطنيه، وعلى الاقل غير خليهم هكذا. الله ودي الشريف، انت كيهجموا على اوسراد، كيهجموا على السماره، ما عمرك دير بايه، انت ما عمرك دير وقفه، ما عمرك دير حركه احتجاجيه، ما عمرك دير تعبير سياسي مع القضيه الوطنيه ديالك. الله ودي حجره تطيح في ايران ديروا وقفات، ضمنتي مع فنزويلا، ضمنتي مع مادورو، ضمنتي مع مرات مادورو، فين ما كان شيء. انا بغيت غير نفهم علاش هادو يتعاطفون مع اي عدو للمملكه المغربيه، ما تلقاهم يتعاطفوا معه. واش السي صنيبي ما كاين شيء واحد الاراده لصرف النظر ولا لإلهاء المغاربه على القضيه الوطنيه ومحاوله لتفتيت هذا الاجماع؟
واش ما كيبانلكش بان كاين بزاف ديال الاشتغال؟ لان اليوم راه ماشي تنتحدث لن نتحدث فقط عن العداله والتنميه، ولا على الادلوع ديالها، ولا على الجماعات الاخرى التي تتحرك ايضا، ولا على اليسار اللي للاسف قد الدور ديالو. واش راه كتلاحظوا اليوم بان كاين مجهودات من اجل تفتيت الاجماع الوطني حول هذه القضيه؟ كيف ما قلتي نعزيو في مادورو ومراته، والقضيه الوطنيه ما يهضر حتى واحد. لا هي مساله، انا قلت لك بان مرجعيات ايديولوجيه، هذه مساله قناعات، هذه فيروسات ايديولوجيه للاسف الشديد. وهنا لا نعمم، انك ذكرتي بعض التنظيمات بالاسم كاين داخلهم الناس اللي هما وطنيين. احنا ما نتحدثوش على الاشخاص، راه حتى في الاحزاب كيقدر يكون عندك موقف من الحزب، ولكن الداخل راه كاين ناس اللي راه مغاربه، كتلقى الناس مزيانين. ولكن المشكله هو ماشي تفتيت الاجماع، هو انه هو مساله القضيه الوطنيه ليست في اجندات، ليست في القناعات ديالهم ديال القضيه الوطنيه. لان اسمحي لي، لان واحد علاش هما لماذا يحاربون الوطن اولا؟ ولا تمغربيت كيقول لك تصهيونيت وتمخربيت وهادشي. لان حينما نقول الوطن اولا وتقديس التراب والتمسك بالمؤسسات وبالمرجعيات والتاريخ البلاد والحضاره البلاد وتقويه الجبهه المحليه الوطنيه والاستعداد للساكريفيس سوبريم ان ممكن ان الانسان يستشهد من اجل هذه البلاد، هادشي هذا راه ضد التوجه ديالهم وضد الاهداف الاستراتيجيه ديالهم. لأنه جبهة من أجل الوصول إلى التمكين السياسي يجب أن تكون جبهة مهلهلة، يجب أن تكون مشتتة، يجب أنه الاشتغال على إدارة التوحش، يجب الاشتغال على إدارة البلبلة، يجب. لأن علاش كتشوف هذه القوة الخراجات ومحاولة البحث على الخراجات المليونية ومحاولة البحث على أمور تقدر تبان بسيطة، ولكن من أجل خلق مواد إعلامية مشتعلة. البحث على نرجع على الفريكشن، الاحتكاك اللي قال كلوز فيت، البحث عن الاحتكاك الذي قد يتحول إلى احتكاك غير مسيطر عليه، وبالتالي تدبير هذا الاحتكاك الغير مسيطر عليه من أجل فتيلة تشتعل يوما فتيلة. وبالتالي مني غت الفتيلة تشتعل، حنا عندنا واحد القاعدة جماهيرية ولا شي حاجة ممكن أنه الاستغلال ديالها. والخطير هنا ستجدين بأن الخطاب سيتغير من خطاب يعني أديال الله ينصر سيدنا وعاش الماء إلى خطاب آخر، خطاب راديكالي، خطاب متطرف، خطاب رافض، خطاب معارض. وشنا مؤخرا السيد الأمين العام اللي خصو يرد البال المجموعة ديال اللقاءات ديالو، يعني إلقاء بالتهم على مؤسسات الدولة، وهذا في أوساط جماهيرية هذا لا يليق. وبالتالي أنا أتمنى كما أن الدولة ديالي ملتزمة بالخطاب الملكي الذي يجعل من الموقف من القضية الوطنية هو المعيار الواضح والبسيط لتحديد صدق الصداقة ونجاعة الشراكة، كذلك على المستوى الداخلي العلاقة لا يمكن، أنا بالنسبة لي أنا لا يمكن أن أقبل بتنظيم الإيديولوجي سواء يميني أو يساري، لا يمكن. لأن لا يكفي أنك تكتب لي بأننا الإجماع التوابيت وهذا الوحدة الترابية، ولكن السياسة ممارسة قبل أن تكون بيانات وقبل أن تكون وثائق مرجعية. وبالتالي أي واحد واش أنا دولة قطع مع العلاقة الدبلوماسية أخلاقيا لايق غير مقبول. أنا بالنسبة لي هذا يرتقي إلى مستوى الخيانة. أنا ما يمكنليش نتعامل مع دولة قطع معها المغرب العلاقة ديالي، ما يمكنليش ندير على دولة ماشي غير الوثائق. ممثل ديال الداعي في الأمم المتحدة قال تقرير المصير وبين قوسين والشعب الصحراوي وهذا ومع هذا مع ضد المغرب. واش هذا بالنسبة لي هذا ماشي لأن شو مشاو جلسوا معاه كاع. أنا ما نشاركش معاه حتى الهراوة، ماشي نشارك مع الجلسة ولا نتغدى معاه ولا نجلس معاه. هذا لا تربطني مع أي علاقة، هذا ما عندي علاقة صراع وشي علاقة تنسيق. وبالتالي أنا بالنسبة لي أي واحد، أنا بالنسبة لي محدد رأي دولة. أنا مؤخرا كاين واحد الدولة خليجية شقيقة وأنا اشتغلت مع جرائد فيها، مع مراكز دراسات فيها، وكلينا وشربنا معها في إطار عملنا البحثي. من نهار تغيرت البوصلة ديالها شوية، أنا كان موقف ديالي واضح. موقف ديالو درنا حملة كبيرة هي والقناة الإعلامية ديالها اللي تابعة لها راه يكون في راسك الأخبار ولا شي حاجة. المهم نوضنا إذا البوصلة اللي كتحركنا حنايا أي واحد ضد الوحدة الترابية ديال بلادي أنا ضده، ولا شيء يعلو على القضية الوطنية ديالي. أنا هذه قناعتي، نقدر نكون غلط فيها ولا لا أبدا. راهما بغاو يحسونا بأننا احنا غلطين وهم عندهم الحق.
كيف ما قلنا الحالة الطبيعية هي أن الإنسان كيضرب على بلاده وعلى ولاده، وهذه راه هي الفطرة ديالنا كبشر. وبالتالي اليوم أن يطلبوا منا حاجة أخرى أو يحاولوا يديروا حاجة أخرى هذا خطأ. نأتي إلى ختام هذه الحلقة اليوم، وغادي نتكلم نطرح لك واحد السؤال بخصوص واحد الجملة قلتيها، تحدثت عن غياب السردية الوطنية اللي هي متناسقة ويعني ومتكاملة ودائمة. طبعا احنا تنعرفوا أن الإعلام لعب دور كبير، أو لا استغلته هذه الأصوات وهذه التيارات لتغليط الرأي العام. الرأي العام احنا متفقين ماشي محصن ويجب القيام. اليوم احنا عندنا كيف ما قلنا ولا كيف ما قلتي سردية وطنية غائبة للأسف. شنو خصنا نديرو في مصر؟ كاين هيئات قائمة على التوجيه، والتي يعني كتجمع الأصوات، ولا بالنسبة للصحفيين، لصناع محتوى، لناس ديال الأكاديميات. في أوروبا كاينين مراكز أبحاث أيضا تخلق فيهم السرديات، كاين ديال إسبانيا، كاين ديال الأمريكان، كاين أيضا أظن واحد في الإمارات اللي تا هو تيشتغل بزاف على هذا الشيء ديال السرديات. شو خصنا نديرو في المغرب؟ أليست لدينا اليوم نخبة قادرة أنها تخلق هاد المراكز وتأثر، أو على الأقل تخلق هاد الحركة ديال التأطير؟ شوف، احنا للأسف الشديد بعجالة باش احنا الدم المغربي مسكين، ولا المواطن المغربي تفرق دمه بين القبائل. فالحمد لله على حاجة واحدة، على هذه النعمة ديال هذا الارتباط ما بين مؤسستين خالدتين، المؤسسة الملكية والمؤسسة الشعبية. يعني وهذا الارتباط ديال المغاربة بهذه المؤسسة، راه هذه العلاقة راه الضمانة الوحيدة للأمن القومي المغربي بطبيعة الحال، أو الأساسية، بالإضافة للمجهودات اللي كتقوم بها بعض الأجهزة، واللي ما يمكنش أنك تحملها فوق طاقتها وتحملها حتى خطيئة آدم. نتحدث بعد على المنظومة ككل. هناك غياب الأحزاب السياسية، من المهام ديال الدستورية أنها هي تأثر وتوجه وتمثل المواطنين. قبل ما تمثلهم خاصها تأثرهم وتوجههم. هذا غائب عن النقاش. المجتمع المدني للأسف الشديد غائب عن النقاش. المؤسسات ديال التربوية غائبة للأسف الشديد. أنا دي واحد 3 أيام تصدمت، مشيت نقرا مع ولدي في 7 ابتدائي، لقيتهم دايرين الخريطة ديال الدولة العباسية واصلة للمغرب وواصلة حتى للأندلس. يعني هاد الناس هادو اللي يديروا هاد المراجع ديال الوليدات، هذا اللي كيقراو. انا مشيت غير زعما انا ما كنقرا، كنقرا مع زعما انا مشغول كنقرا مع ماما. مشيت نقرا مع لقيتهم دايرين الخريطه ديال العباسيين والامويين وصلت للمغرب. متى حكمنا احنا العباسيين؟ في حين انه حينما الدوله الموحديه في اقصى توسعها كانت تضاهي الدوله العباسيه الحدود ديال المساحه ديال الدوله العباسيه. مش هذا الخطاب، هذه غير جيت بين قوسين هضرت عليها. ينضاف اليه الاعلام، يعني هذا الاعلام الوطني المفروض انه راه كاينه واحد القاعده ديال المغاربه المتشبعه بالعقيده الوطنيه، لا تحتاج الا الى التقويه، ولا تحتاج الا للتعزيز، ولا تحتاج الا واحد شويه ديال التوجيه مع مواجهه هذا الخطاب الهدام بطبيعه الحال. ما نحتاجوا شوف، ما كاينش شي مؤسسه اعلاميه في العالم اللي ما فيهاش مغاربه اكفاء. اكيد تبارك الله عليهم، اعطوا الشيء الكثير. وكاين اشخاص اللي على الاكتاف ديالهم صنعت مجموعه من المؤسسات الاعلاميه، وكاين منهم اللي رجعوا للمغرب ما استفدناش منهم للاسف الشديد. كاين نحتاج الى اراده سياسيه في الشيء، لان هناك مجموعه من المؤسسات الاعلاميه اللي كاينه في المغرب، اسمحي لي تخسر عليها الملايير ولكن التاثير صفر. قيمه المؤسسه الاعلاميه بقيمه التاثير ديالها، قيمه المؤسسه الاعلاميه بقيمه مدى الصدى ديال الخطاب ديالها على المواطن المغربي. اذا كانت مؤسسه اعلاميه لنا نجيبها كنعطيها انا مليار ولا 2، ما عارفش هذا الشيء هذا، ما كيشوفها حتى واحد. وعندنا قطاع غير مهيكل ديال اساتذه ولا صحفيين ولا اعلام خطابهم قوي. لماذا لا نقوي هذا الخطاب الاعلامي؟ لماذا لا نوحد هذا الخطاب الاعلامي؟ لماذا لا نشتغل على الخوارزميات ونشتغل على السوشيال ميديا ونشتغل على المؤسسات البحثيه ويتحول ببساطه في سنوات قليله ممكن ان اكيد احنا مقبلين لكاس العالم، احنا مقبلين على يعني واحد التعاون كبير في منطقه الساحل والصحراء، احنا مقبلين على مبادره الاطلسي، احنا مقبلين على انبوب الغاز المغربي النيجيري لاوروبا، احنا مقبلين على
ان الدوله المغربيه تحاول انها تمشي بواحد السرعه، وهذا هو المشكل ديال المغرب بسرعتين. الاعلام المغربي يعني ما كيمشيش بداك السرعه اللي غادي بها بعض القطاعات، خاصه بعض القطاعات السياديه اللي مشات. نتحدث في الرياضه، نتحدث في الامن، نتحدث واحد السرعه باش غادي في الانتقال الرقمي والانتقال الطاقي وغير المؤشرات اليوم ديال التنميه في لا بنك مونديال ديال المغرب راه رحنا في البلاد عندها قرون، هذه 20 قرن ولا 30 قرن. حرام ما يكونش عندها اعلام في المستوى، حرام ما تكونش عندها سرديه اعلاميه، حرام انه يسرق التاريخ ديالنا وحنا كنشوفوه. انا من رجعت لهذه المواجهات ديالي مع هذا المهابيل ديال كوريا الشرقيه، كتمشي كتشوف كطيح على مجموعه من الوثائق. واحد النهار شنو وقع لي باش نقول هذه القضيه السرديه الاعلام. واحد النهار كندير واحد المواجهه مع واحد السوري. انا بالنسبه لي انني قريت واحد عبد الرحمن الحجي قال بانه منيه الرصافه. من دخل عبد الرحمن بن معاويه بن هشام، عبد الرحمن الداخل، من دخل هذه قصه عاوتاني، من دخل الاندلس بنى واحد منيه الرصافه، هي مفخره ديالو، هي اللي كيفتخر بها كاع. انا قريت عند عبد الرحمن الحجي بانه من بناها هو رزيل البرنوسي المغربي، بيزو مغربي، لان احترام للاخوان البنيه العمرانيه في المشرق في المغرب كانت شويه متقدمه بحكم الثلج والبرد وهذا، دونك كنا كنشتغل. هو اللي قريتها. ويحيل على ابن حيان الاندلسي ويحيل على المقر التلمساني. جا داك السوري قال لي اتحداك انك تحيل على هذه الكتب هذا وهذا. مشينا فتحنا كنبحثوا ابن حيان الاندلسي، قرينا ما لقيتهاش، ما قريت التلمساني ما لقيتهاش. انا بالنسبه لي واحد رفع شعار الثقه في الوثيقه انهزمت. انا كاين الهزيمه مش معناه وطوينا. كيصيفط لي شاب مغربي 21 سنه لا اعرفه، الله يحفظه مسكين، طالب تطوان. قال لي دكتور راه مشيت لابن حيان الاندلسي وراه مشيت النسخه 1973 راه كاينه في كليه الاداب في تطوان. نتمنى كليه الاداب في تطوان كانوا كيسمعونا يحافظوا عليها، مشيت ديها شي واحد عاوتاني يغبرها وصورها لي فيديو. قال لي ها هي. لقينا داك الكتاب حيدوا منه 300 صفحه من اجل طمس هذه الحقيقه التاريخيه ديال التاريخ المغربي، ويزورون التاريخ ديال المغرب وكيصوروا بان اخر القلاع اللي تسقطت في الاندلس غرناطه، بانه كان كيحكمها سميتو كان كيحكمها واحد الاسم ديالو سكير وعربيد ومستشاره يهودي وما فيه ما يتشاف، وعباس بن فرناس اللي هو مغربي من قبيله نفزه اللي هو مغربي كيصوروا بحال شي حمق مسطي وبغى يحاول انه يطير وطاح. وكنعاودوا في التاريخ كانه ضحوكه، بين انه قال بانه طاف قرطبه طيرانا. اذا نحن في حاجه الى اعلام قوي يعيد الاعتبار لتاريخ المغرب وحاضره ومستقبله. أستاذ صنيبي، الحديث معك شيق. أريد فقط الإشارة أن هذا الواقع اللي قلتي ديال الكتب التاريخية هذا الشيء وما كانش انترنت ولم نكن في عصر السرعة. يعني اليوم ماشي غير غيروا لك التاريخ والمستقبل والماضي والحاضر، اليوم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على المكتسبات ديالنا والعمل على بناء سردية وطنية يتبناوها الناس ويكون تحسيس من أجل تحسين الرأي العام. وصحيحة تكون صحيحة مرجعية وثيقية صحيحة باش إعادة الكتاب الصح الحقيقي للمملكة المغربية. هذا اليوم ما بقى شيء اختيار ولا ضرورة قراسية ديال خصو يتخاد. متابعي الكرام، نأتي أو نصل إلى نهاية الحلقة. الرسالة الأهم في هذا الشيء كامل هي أن المغرب ماشي أوتيل، ماشي فندق ديال الإيديولوجيات. المغرب عنده تاريخه، عنده خصوصيته، عنده القوة ديالو بنسائه برجاله، وأيضا بكل ما حققه وكل الطموحات. نتمنى أن الناس يكونوا فهموا الرسالة، يعرفوا شنو هو الأمن القومي ويحاولوا يبحثوا فيه أيضا. وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله.